نعيد من الاول. اوكي هنعيد من الاول. اوكي عدناها 3 مرات. وبعدين انتوا تفهموش؟ قلنا حليب وخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده. سهله. مش عارف صدقني، مش عارف والله العظيم ما عارف. مش عارفه اصور، مش عارفه. طب يا تعالي بقى عشان امسك الكلمه. ايوه وانت هبله. ليه بنحب الجورنالينج؟ ايه هو اصلا الجورنالينج؟ الجورنالينج ببساطه هو ان انا ادي لك ورقه فاضيه ما فيهاش اي حاجه، وانت المفروض تعمل حاجه في الورقه دي ايا كان ايه هي الحاجه دي، سواء اذا كانت شخبطه، رسم، حاجه انت عايز تكتبها، ايا كان هي ورقه فاضيه انت المفروض هتخرج فيها كل حاجه جواك. في البدايه ممكن تلاقي نفسك بتشخبط بشكل عشوائي جدا، ممكن بعد شويه تلاقي نفسك بتكتب اسمك في كل الصفحه، او مثلا ترسم قلوب في الصفحه كلها، بس بعد شويه هتلاقي نفسك بتكتب الجمله اللي معلقه في دماغك بقالك 3 ايام وعمال ترددها وانت رايح وانت جاي، او مثلا هتلاقي نفسك بترسم رسمه بسيطه جدا لكن بتعبر عن شيء جواك، او حتى لو هتشخبط فالشخبطه دي برضه هتعبر عن شيء جواك. هو ده تقريبا الجورنالينج، واحنا هنا في فطار عادي وانا رقية وهنتكلم عن الجورنالينج. لماذا لا يصنع المرء منا عالمه الخاص بنفسه، يحدد فيه قواعده ونوع النجاح المناسب له، فالذي يناسبك لا يناسب غيرك، والذي يناسب غيرك لا يناسبك، فلا تفرض مقاييسه عليك ولا تفرض مقاييسك عليه. وعندما تبدأ من جديد ستهجم عليك مشاعر سلبية من يأس وإحباط، مثل الذي يحاول أن يقف فيقع. هذه مشاعر طبيعية، الأمر غير الطبيعي أن تستسلم لها. الفارق بينك وبين الآخرين الذين نجحوا هو أنهم لم يستسلموا وأنت استسلمت. عشان تفهم الجورنال لازم تفهم الحاجة دي بتتعمل ازاي، وعشان تفهم الحاجة دي بتتعمل ازاي محتاج تفهم ايه انواع الحاجة دي، او هي ليها طرق اصلا ولا لا. فايوه الجورنال ليه طرق، لكن قبل ما نقول الطرق او الانواع دي فحب اقول حاجه مهمه جدا، ان الجورنال اصلا هدفه الاول والاخير انك تخرج حاجه جواك، سواء كانت الحاجه دي حلوه او وحشه، ذكريات، ايا كان. الفكره الاساسيه منه انك تكون اول باول مش بتخزن حاجه جواك. فاحنا طول الفيديو هنتعامل مع الجورنال باعتباره تكنيك علاجي، جلسه علاجيه، ايا كان ايه المسمى اللي هتسميه ليه. اول نوع وهو الجورنال اللي بيعتمد على الرسم، اللي بيكون اكتر حاجه واضحه فيه هو انك ترسم رسمه وبعدين بعدها ممكن تعمل اي حاجه في الجورنال، لكن الاساسي انك ترسم الرسمه دي. طبعا النوع ده مش محتاج شرح، لكن اللي محتاجين نقوله في النوع ده هو ان انت مش بالضروره تكون فان جوخ عشان ترسم الرسمه دي، مجرد رسمه بسيطه عاديه جدا، يعني مجرد خطوط توصلهم ببعض، تعملوا شكل ما في دماغك. مش لازم تكون رسمه عظيمه قوي، لان مش من اهداف الجورنال اصلا انك تعمل حاجه عظيمه. لو الحاجه العظيمه اتعملت اوكي خير وبركه، ما اتعملتش فده مش موضوعنا اصلا. تاني نوع وهو الكرييتيف جورنال. الكرييتيف جورنال بيعتمد على ان انت تقص صور، ايا كانت الصور دي بقى من بنترست مثلا، صور عجبتك، صور انت مصورها اصلا، صور حد مصورها وعجبتك فرحت طبعتها، ايا كان. الفكره الاساسيه منه انك تجيب صور وتقصها وتجمعها بشكل ما يكون مريح للعين. ده عاده بيستخدموا الناس اللي ما بتعرفش ان هي تعبر عن اللي جواها بشكل رسم او بشكل كتابه. ثالث نوع وهو الجانك جورنال، وهو ان انت تجيب قصقصه الورق وتلزقها بشكل ما فتخرج معاك شكل لذيذ في الاخر. يعني لما بتعرفش ترسم هتلاقي حل، لما بتعرفش تكتب هتلاقي حل، لما بتعرفش تجمع صور مع بعض هتلاقي حل. مع الجورنال مفيش مستحيل. رابع نوع وهو اليوميات. الجورنال اللي بيعتمد على اليوميات، وبحاجه شبه ايه، عارف اليوميات اللي كنا بنكتبها في ابتدائي مثلا، وبعد ما نخلص نزين الصفحه من الجنب كده او نعمل اي شكل من الجنب يديلها شكل لذيذ؟ هي نفس الفكره بالظبط، مع اختلاف ان انت كبرت والتزيين طريقته اتغيرت. بس بمناسبه ان احنا بنتكلم عن اليوميات محتاجه اقول حاجه مهمه جدا. فكره ان انت تكتب اليوميات فكره لذيذه وحلوه للي عنده خلق انه يعمل ده، واللي ما عندوش خلق فانت محتاج انك تجرب الموضوع على الاقل مش بشكل يومي، بشكل مثلا اسبوعي، شهري. بلاش نعتمد على الوقت خالص. لما يحصل لك حدث مهم محتاج ان انت تكتبه، علشان احنا للاسف بننسى كل حاجه. يعني ابسط الامثله، مثلا لو انت من سنه اتصرفت تصرف ما، حد جه قال لك انت ليه اتصرفت التصرف ده، انت مش هتبقى فاكر،
انت مش فاكر انت اكلت ايه امبارح اصلا، فمش هتفتكر انا ليه عملت ده. فساعتها ممكن تحس ان ايوه انا غلطت عشان عملت ده. بس لو انت كاتب الحاجه دي فعليا فهيبقى عندك وعي، لا انا عملت كذا علشان كذا وكذا وكذا. عشان مهم انت تفهم نفسك اكتر، تفهم انا ليه كنت بعمل ده. يعني انا ليه مثلا الخطوه دي كنت واخدها بحماس قوي، وليه الخطوه دي كنت واخدها وانا متردد وخايف. يعني هل كان عندي اسبابي؟ طب هل الاسباب دي كانت كافيه مثلا؟ كل الحاجات دي مش هتعرفها لو انت مش كاتب الحاجات دي، لان انت هتكون نسيتها، هتكون اتبخرت كده ومش موجوده. فاكتب اليوميات حتى لو مش هتعملها بشكل جورنال، حتى لو هتعملها بشكل عادي، وحتى لو مش هتعملها بشكل يوميات، لو هتكتب الاحداث المهمه بس. لكن مهم انك تكون بتعمل حاجه زي كده. وبكده تقريبا نكون خلصنا انواع الجورنال المتعارف عليها. وزي ما اتفقنا مفيش حاجه اسمها نوع للجورنال، في حاجه انت بترتاح وانت بتعملها فاوكي اعملها وخليها نوع جديد من انواع الجورنال. ليه بنحب الجورنال؟ الجورنال هو المساحه الامنه ليك. انت مش مضطر انك تعمل حاجه انت مش عايز تعملها، مش مضطر انك تخرج فكره ما غير الفكره اللي جواك، مش مضطر انك تكذب، مش مضطر انك تزيف حقيقتك، انت بس بتعمل الحاجه اللي انت عليها. فهو ده الوقت الوحيد تقريبا اللي هتكون فيه انت فعليا. تاني حاجه، مع الوقت بيجيلنا ادراك ان الحياه ضغطه طول الوقت، في دراسه، في امتحانات، في اجازه، في شغل، في الجواز فيما بعد، في الخلفه، في الحاجات دي كلها انت مضغوط، يومك العادي بقى ضاغط عليك. فانت لو معرفتش تلاقي نفسك وسط الزحمه دي، تلاقي نفسك حتى لو نص ساعه في اليوم هتلاقي نفسك بتنهار انهيار فوق الانهيار اللي المفروض تنهاره. ليه؟ فلاقي نفسك عشان اولا محدش فضيلك، وعشان ثانيا ما تلاقيش نفسك بتنهار الانهيارات الكتير دي. تالت حاجه زيها زي تاني حاجه تقريبا، باختلاف حاجات بسيطه، ان احنا دايما بنبقى متصورين ان احنا لما بنزعل او بنتضايق لازم نكلم الناس اللي احنا بنحبهم، ولازم هم يكونوا فاضيين لينا في الوقت ده عشان نحكي لهم على مشاكلنا وعلى كل الحاجات دي. ما هو مش لازم اللي قدامك يكون فاضيلك في الوقت اللي انت قررت فيه انك عايز تحكي عن مشكله ما، مش لازم مطلقا. فانت لازم يكون عندك بلان بي كده، حاجه تانية احنا بنعملها بنقدر نخرج بيها المشاكل اللي جوانا، بنقدر نخرج بيها الحكي اللي جوانا، ايا كانت الحاجه دي عباره عن ايه. مش بس كجورنال، انت لازم يكون عندك الحاجه دي فعليا. لو مثلا بترسم مش هنعتبرها جورنال دي، لو بتلون مثلا، لو القراءه مثلا بتساعدك انك تعمل ده، لو هتكتب حتى هتكتب الحاجه اللي مضايقاك وبعدين تقطعها وترميها مفيش مشكله، لو حتى هتقوم تتنطط كده في مكانك لمجرد ان التنطيط ده هيساعدك انك ما تبقاش حاسس بغضب او الشعور اللي جواك الوحش ده يخرج. لازم تلاقي حاجه فعليا اما بتعملها بتخليك اهدى، عشان صدقني محدش فضيلك. يمكن من المميزات الجميله جدا في الجورنال بالنسبه لي انا على الاقل، ان انا في وقت بكون حاسه ان انا مش قادره اقدم حاجه، مش بس لحد قدامي، ليا انا مش قادره اعمل حاجه، مش قادره ابذل اي مجهود في اي حاجه وفي اي اتجاه. فلما بعمل الجورنال ده ويخلص ويبقى شكله لذيذ نوعا ما مقبول، انا عيني تبقى مبسوطه وانا شايفاه، انا ببقى مبسوطه ان انا اخيرا بقى عندي حاجه اقدمها، حتى لو الحاجه دي على الورق. فالحوار ده بيبقى لذيذ لما تلاقي نفسك انجزت شيء منه، ولما تلاقي نفسك عملت حاجه قادره تعبر عنك من غير ما تتكلم، فالموضوع بيبقى لذيذ. وطبعا لان مفيش حاجه ملهاش عيوب، فاكيد برضو الجورنال ليه عيوب، وهو بالنسبه لي عيب واحد بس، انه والله مفيش حد من اللي حواليك في البيت، صحابك، ممكن صحابك شويه في البيت، مفيش حد هيقتنع انك قاعد بتعمل حاجه، انت بالنسبه لهم انسان فاضي قاعد يقص ورق، فلو سمحت قوم شوف لك شغلانه بدل ما انت قاعد فاضي. فده تقريبا العيب الوحيد بالنسبه لي، ولو تعرفوا ازاي نعالج الموضوع ده يعني يكون احسن. انا بعمل الفيديو ده عشان انا ما كنتش اعرف ايه الجورنال ده اصلا، ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها جورنال، وعرفته لما حد قدامي اتكلم عنه، فحسيت ان الحاجه دي شبهي، انا الحاجه دي شبهي ومحتاجه اجربها حالا. ولما جربتها في البدايه كنت حابه ان انا اجرب الحاجه دي عشان حابه ان انا اطلع حاجه شكلها جميل وتبسطني وتبسط اللي يشوفها. لكن بعد كده الموضوع تطور وبقيت انا حابه اعمل حاجه تعبر عني، حابه ان انا اعبر عن نفسي بالطريقه دي، انا مش قادره ان انا اعبر بالكلام، فهي دي الطريقه اللي انا هستخدمها علشان اعبر عن الحاجات اللي جوايا. فجربوا الموضوع عشان الحوار يستاهل، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير والحاجات دي كلها.